مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الضباب سيميز صبيحة الغد بحول الله كافة السواحل والمرتفعات الداخلية. يجب أخذ الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين. خلال النهار الأجواء ستكون مشمسة على العموم بكافة ربوع الوطن، عدا بعض السحب العابرة نحو الثورة وشمال الصحراء. الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب درجة واحدة تحت الصفر، وهذا كأدنى مقياس بالجلفة. الدرجة صفر بقسنطينة، باتنا، خنشلة، حتى بالبيض وسعيدة. 7 إلى 9 درجات نحو السواحل، 5 درجات بشمال الصحراء، الواحات والجنوب الشرقي، 9 درجات من تندوف نحو إنسلح، ترتفع إلى 12 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى ستقارب 21 درجة بكافة المناطق الساحلية، 24 درجة على مقياس بتلمسان، لن تتعدى 13 فقط وهذا كأدنى مقياس بالبيض، بينما تصل إلى 16 درجة بالجلفة وقسنطينة. جنوبا 18 درجة ببشار، 20 درجة بشمال الصحراء، 18 أيضا بجانات، 24 درجة بإنسلح، بالمنيعة كذلك ببني عباس وتندوف، وترتفع إلى 29 درجة على مقياس بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب على كافة المناطق الساحلية، رياح ضعيفة شرقا تكون معتدلة بسواحل الوسطى والغربية ضمن تيارات غربية إلى جنوبية غربية. بالنسبة للقارة الأوروبية، ثلوج خلال يوم الغد ستميز موسكو مع أجواء باردة درجتين تحت الصفر، أجواء غائمة بكييف مع درجة واحدة، أمطار مرتقبة بإسطنبول مع 11 درجة، نفس الأجواء بفيينا مع 7 درجات، زخات من الأمطار على روما ب 15 درجة، وأجواء مستقرة ببرلين ب 8 درجات، نفس الأجواء بلندن وباريس، لترتفع الحرارة غرب القارة بلشبونة لتقارب 13 درجة مئوية. عن وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و59 دقيقة، والغروب على 5 مساء و55 دقيقة.